وبعدين بعد منها واستهام وقبل منها ريد ستار كنا متخصصين في يعني اسم نادي الزمالك كبير قوي. انا مش عارف طب وممكن يرجع؟ ليه الدموع؟ طب ايه اللي يعني ليه الدموع؟ صعبان عليك للدرجه دي؟ طب اعمل حاجه كده. اعمل ايه؟ شوف انت ايه الصح؟ حط ايدك في ايد الناس، اقف مع الناس عشان تعمل. والدموع دي اكيد غاليه. دموع واحد بيحبك. ولا هي كانت يعني اصل لما يكون واحد صعبان عليه النادي بهذه الطريقه غيرنا كل حاجه ومع ذلك يهزم الزمالك حتى ولا عنق الزجاجه. لماذا يهزم الزمالك دائما مع كل اللعيبه، مع كل الفلوس، مع كل الجمهور، مع كل المدربين، كل ده والزمالك برضه بيتغلب؟ هو الزمالك بسلطاته بغنوجه اللعيب اللي مش عاجبه الزمالك في 60,000 سلامه. صح اللي يلعب في نادي الزمالك اهلا وسهلا بيه. يقول لك عايز يروح النادي الاهلي، هيروح النادي الاهلي هيتأدب وهياخد بالجزمه وهياخد فلوس اقل وهياخد بالجزمه. بلاش الالفاظ دي ونبح. ورث اللفظ بس اصل كل واحد يقول لك انا هروح روح اقعد على الدكه. طب انت شايفه الازمه فين بس؟ يعني هل في اللعيبه ولا هل في الاداره ولا هل في الاعلام ولا هل غيروا اداره؟ صح؟ انا معاك. دلوقتي اللي هي المشكله لعيبه، فين الروح؟ مفيش اي روح. فين اللعيبه اللي كانت بتنزل تاكل النجيله عشان تغلب؟ في تهاون شديد جدا. يعني التليفون اللي قبلك قال لعيبه زي الفل والمجلس الاداره هو السبب. لا يا كابتن، بس في حاجه وحيده في مجلس الاداره، انه مبدا الثواب والعقاب، ان الناس ما بتتعاقبش. ان اللاعب اللي عامل نفسه سوري بلغه الكوره قرن بيفضل مستاب قرن. واحد بيحط رجل على رجل وبيعمل اللي هو عايزه.